يا مساء الخير، هشارك معاكم النهاردة طبقين من السلطة. سلطات بتبقى مغذية جدا ولكن هتبقى بشكل مختلف شوية، هتشجعكم ان انتوا تقوموا وتعملوا طبق سلطة حلو يغذيكوا ويغذي ولادكم. كمان تقدروا تعملوه لوحده كوجبة، يعني وجبة بسيطة كده، وممكن كمان جنب الوجبة الأساسية. هنعمل سلطة التفاح لذيذة جدا وطعمها حلو، وهنعمل كمان سلطة خضار مشكل بس طريقة مختلفة. سلطة التفاح علشان نعملها محتاجين جرجير. الجرجير اللي عندي بيبقى جرجير بيبي كده زي ما انتم شايفين، ما عنديش الجرجير الكبير بتاع مصر، ولكن انتوا لو عندكم الجرجير الكبير بتجيبوه تغسلوه كويس وتنشفوه وتقطعوه عادي قطع، بس مش قطع صغيرة قوي. عندي بعد كده شرايح من الخيار مقطعوها رفيع، وعندي حباية من التفاح بقطعها برضو يعني سلايس، بتبقى رفيعة شوية مش تخينة. بعد ما بقطعها بوزعها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه، التقديم والديكور ده بيرجع ليكوا. رصينا التفاح كويس، هيبقى بعد كده دور الجبنة. عندي جبنة فتة، تقدروا تستخدموا اي نوع جبنة متوفر عندكم على فكرة، مش لازم خالص جبنة فتة، ممكن جبنة بيضة، جبنة رومي. المهم انتوا بتزودوا قيمة غذائية للطبق بتاعكم، ويبقى متنوع وطعمه حلو كده ولذيذ، مش تقليدي زي اي سلطة بناكلها. هفتتها بايديا كده قطع بسيطة، وبعد كده هضيف عليهم شوية من عين الجمل. ممكن تستغنوا عنه، ولكن هو بيزيد من القيمة الغذائية بتاعة الطبق. ممكن تحطوا سوداني. الدريسنج بتاع السلطة هحط نص معلقة من الملح، رشة بسيطة من الفلفل الأسود، ورشة بسيطة من الزعتر، شوية من الخل البلسمك أو الخل العادي أو الليمون، وشوية من زيت الزيتون. بعد كده هرج كويس قوي البرطمان، وهبدأ بقى ان انا اضيف الدريسنج ده عليها. اكتب لكم المقادير بتاعت السلطة كلها والبدايل بتاعت الدريسنج في قلب صندوق الوصف. بضيف الدريسنج على السلطة وبقلبها كويس كده وبس، خلاص بتبقى جاهزة للأكل. بيبقى طعمها لذيذ جدا وفريش. أنا كنت عاملة جنبها اليوم ده جلاش، فأخدت قطعة جلاش وحطيت باقي الطبق السلطة. جربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم لان هي خفيفه كده وطعمها حلو، يعني ما تخافوش من ان انتوا تحطوا الفاكهه على السلطه. الطبق السلطه التاني هو الخضار. اول حاجه هعملها ان انا هضيف برضو كميه من الجرجير، هرصها في الطبق كده. المره دي استخدمت طبق شويه مستطيل، فزي ما قلت لكم التقديم ده بتاعكم. بعد كده كان عندي ميكس من الورقيات او الخضار، برضو جرجير وخس، تقدروا تستخدموا خس عادي. بعد كده قطعت شرايح من الخيار، وزعتها برضو على الطبق كده بشكل طولي. بعد كده عندي طماطم. الطماطم لو عندكم اكبر من دي تقدروا تقطعوها شرايح، يبقى شكلها حلو جدا في التقديم، شرايح رفيعة. قطعت الطماطم ورصيتها كده بشكل طولي. هضيف عليهم شوية من الذرة الحلو. الذرة الحلوة دي عندي كانت في كانات، بيبقى اللي هي الصفيح دي، تقدروا تجيبوها وبس تغسلوها كويس من المية اللي بتبقى فيها، لان بيبقى فيها المادة الحافظة بتاعتها. ورشيت برضو على الوش شوية من الجبنة المبشورة، عندي البارميجان، تقدروا تحطوا جبنة رومي او جبنة فتة برضو، او جبنة قريش هتبقى حلوة جدا في الوصفتين، تقدروا تستخدموا الجبنة القريش. الدريسنج عندي بقى بسيط جدا، نص ليمونة، شوية من زيت الزيتون، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل، بس كده، هو ده كل الدريسنج. هقلبه كويس عشان الزيت يختلط بالليمون كويس، وهبدأ ان انا احطه على وش السلطة برضو، وبس كده بتبقى جاهزة ان انتوا تاكلوها. اتمنى ان انا النهاردة اكون شجعتكم شوية ان انتوا تعملوا طبقين من السلطة كده، بيبقى خفاف ولذاذ. وفي فيديو عندنا برضو ليه في طبقين سلطة تانيين، هحطه لكم تحت في صندوق الوصف. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.